الصحراء المغربية اي ابخي قنعني، لأن خطاب المرافعة يراد به الإقناع. قنعني ما تهاجمني، قنعني. مرافعة من أجل الإقناع. أولا أحيي الجامعات اللي الحمد لله صبحوا الجامعات يهتموا بهذا الموضوع، وهذا شيء أساسي. 15 جامعة، إذا كانت كل جامعة فيها واحد لاشيز اللي هي متكلفة بأنها تخرج الخريجين من الملف، اون سيغا فريمون رابي بأن يكون عندنا دي سبيسياليست. وسبيسياليست ماشي لا الصحراء المغربية كذا، الصحراء المغربية احنا خصنا الصحراء، لا اسمح لي، خصنا واحد التكوين الفعلي وخص إشراك بصفة فعلية ساكنة هذه الأقاليم. هذا بدون إقصاء الإخوة الآخرين، خص الاشتراكنا، خصكم تشاركونا. الله يجزيكم بخير، تشاركونا، أعطونا وجهة نظرنا سيل فو بلاي. الله يرحم والديكم، سيل فو بلاي. مصير أولادنا وأخوتنا ومناتنا وجدودنا وجدود جدودنا وأحفادنا، سيل فو بلاي. سي با ان جي، هذا ما هو لعبة، ما هي شي لعبة، ما هي دورة، ما هي ريزولوسيون. سي مشكل إنساني محض كبير نعيشوه كل نهار. بالفابور. إذا باش ما نمشي في هذا، لا نمشي اليوم. حاولت مني في إطار هذا واسمه مني نعطي تحليل شوي على واحد من الخطابات، خطاب بوليساريو اللي أنا نعرف. أولا، هل البوليساريو فعلا هو الطرف الوحيد؟ سؤال. من هو اللي جعل على البوليساريو يكون الطرف الوحيد؟ الخطاب المغربي، وهو غياب الصحراويين الثانيين. غياب الصحراويين الثانيين هو اللي جعل على البوليساريو يقول أنا هو الممثل الوحيد والشرعي. ومنين تقول أنا الممثل الوحيد والشرعي، أنت تقر على أنك ديكتاتوري. ممثل واحد وشرعي، ما كاينش ممثل واحد وشرعي. حتى في أسرتك ما كاينش أولادك مانك أنت ممثل واحد وشرعي. يعني une diversité d'opinion، وهذيك لا diversité d'opinion هي الديمقراطية، وهي خصنا نوصلوا لها. إذن الممثل الوحيد والشرعي هي الأسطوانة اللي يحرك البوليساريو هذه 43 سنة في كل بلاصة، إلى درجة أنه منين تمشي تتكلم تقول الصحراويين هما تندوف، الصحراويين هما بوليساريو، والصحراويين أكثريتهم كاينين هنا كثيرية. وراني عندي الأرقام، لا ماجوريتي دي صحراوي موجودين في الأقاليم الجنوبية وموجودين في الأحزاب المغربية وفي الجمعيات وفي هذه إلى درجة غير العيون بوحدها فيها على الأقل أكثر من 3500 جمعية، فيهم اللي برو بوليساريو، وفيهم اللي برو اسبانيا، وفيهم اللي برو لا جيب ديالو كاع هو، وفيهم اللي برو العام زين، وفيهم اللي برو العيد، وفيهم اللي ناس افيكاس وخدامين. سي نورمال. اذا خطاب الاقصائي ما خصوش يكون. اذا البوليساريو خدام في الخطاب ديالو انه هو الممثل الوحيد والشرعي، وحنا الاخرين اوت. ما نعبروا على اسم الدوله، يعني هنا ما نعبروا باسم الدوله لأننا مواطنين عاديين. البوليساريو راه يقرر مصيرنا ولا الدولة تقرر مصيرنا. إذا نحن هون فأنا كاينين. إذا قرار 15 14 مشينا عنه. إذا في موضوع قضيتنا الوطنية الأولى علينا إيجاد يعني نظرية جديدة اللي هو شانجمون دي باراديغم كو فوز افي دي لا. أساسا من يعني نخرجوا من ذاك التقليد، من وصف الأحداث التاريخية بشكل كلاسيكي بنظرية أخرى متفتحة اللي يراد بها نقاش وفري نقاش نقشونا متفتحة، واللي تحيل الحذر في التعامل معها والإنصاف الموضوعية وروح النقد يعني المدعمة بحقائق. أنا لاحظت من خلال لا غير التدخلات ديالي أنا شخصيا
واحد يقول لك هذا راه لا معارض البوليساريو، يعني انا معارض البوليساريو مش سوبا ماروكان. هذا كيقول الهضره كاع راه مثقف ديالهم. الانفصال، الخطاب الانفصالي راه ما يعني فقط البوليساريو، راه كاين خطاب انفصالي ثاني هون في المغرب، نوتر ديسكور انفصالي. النهار اللي ما تكون طنجه ومن طنجه للقويره متساويين، ما ديرش عليا الباترناليزم ولا الكاسيكيسم ولا تحقر عليا، هون لا تكون فعلا من طنجه للقويره. موا اي توا كنا عنده اون كارت ناسيونال با بليس، وانت مالك عاطيني لا كارت ناسيونال باش نتفاهموا. اوني توس ايغو قدام القانون، وهذا هو اللي خاصو يكون. هون نحاولوا بان نمشوا مجموعه من النقاط باش نعطيكم بعض من الادله على انه لا اسبانيا ما اعترفت، ما عمر اسبانيا اعترفت اللي هي كانت مستعمره الصحراء، ما عمرها اعترفت بالبوليساريو كممثل وحيد وشرعي. ونقولها لكم انا ونعطيكم الادله. اولا لنبدا بالسؤال في غايه الاهميه، من هو البوليساريو؟ البوليساريو اللي الناس تتكلم عليه، وذلك على ذكر كلام البوليساريو هون جبرنا على ان في المغرب هذا كاين تفريخ المؤسسين. بزاف المؤسسين هم كانوا معنا في الزويرات ما نعرفوهم كاع، هذا مؤسس، هذا صنع ذا، هذا صنع ذاك. هذا النوع من البهلوانيه والتلاعب ظهر لي على انه ما هو صالح المعرفه الحقيقيه للملف. كم من مؤسس جاكم هون؟ جاكم 5 مؤسسين، 5، ما هي 400 ولا 600 ولا 800 ولا 5 بيرسون من 25. ما كاينش هون 400 واحد. واللي قال على نقول يقول لنا المبدا ديالو اللي دار والشعار ديالو منين كان. اذا متاجره بالتاريخ لا تجوز بالكذب. هل فعلا البوليساريو يمكن ان يكون ممثلا وحيدا لاهل الصحراء؟ وهون علي ان انبه ان اهل الصحراء راهي ما هي الا الساقيه الحمراء والذهب. اهل الصحراء راهي ما هي الا الساقيه الحمراء والذهب، ما هي الساقيه الحمراء والذهب. هؤلاء اغليمين هم اللي تلاو عند اسبانيا، ومال الصحراء كاينين في كثير من الاماكن ولا يمكن نقصوهم. يا غير ما معناها ان لا تكلمنا على هذه الجهه نقصوا الجهه الاخرى، هذا لا يجوز كذلك ابدا. خاصنا نفهموا على انه الدولة الديمقراطية هو يعطي كل حد الفرصة، ويعطى له الفرصة أولا للتعبير وللتنمية وأن يكون عنده وجدان.